بتبدأ أحداث فيلمنا النهاردة في أمريكا سنة 1958 عن قصة حقيقية. دي بتكون مارغريت رسامة موهوبة جدا عايشة هي وبنتها جين في نيويورك بعد ما انفصلت عن جوزها من أسبوع. بتضطر تنزل تشتغل عشان تصرف على نفسها وبنتها، فبترسم الأطفال في الشارع مقابل دولار لكل رسمة. ده بيكون والتر كين، رسام فاشل بس موهبته الحقيقية إنه بيعرف يسوق لوحاته وبيبيعها بأسعار عالية عكس مارغريت. بيشوف مارغريت قاعدة جنبه بترسم فبيروح يتكلم معاها وبيقول لها أنت بتضيع موهبتك وبتقللي من أسعار لوحاتك، أنت أفضل من كده. أنا أول مرة أشوفك هنا، ممكن أعرف اسمك؟ فبتقول له مارغريت ودي بنت جين لسه ناقلين قريب من سان فرانسيسكو لهنا. قعد يتكلم معاها شوية وبيعرف إنها منفصلة عن جوزها، فقال لها ممكن تقبلي عزومة النهاردة بالليل على العشاء؟ فبتوافق. بالليل بيروحوا المطعم وبيفضل يكلمها عن نفسه. أنا سافرت أماكن كتيرة ورحت روما وباريس ورسمت معظم لوحاتي هناك. فمارغريت بتنبهر بيه وبتقول له أنا حياتي عادية جدا مش زيك، أنا ما سافرتش قبل كده ولا ركبت طيارة ولا اتعرفت على ناس جديدة، كل حياتي قضيتها هنا مع بنتي وزوجي قبل ما انفصل عنه، حتى اللوحات اللي برسمها بتكون عن بنتي بس. فقال لها أنا كمان انفصلت عن مراتي عشان ما بتشاركنيش نفس اهتماماتي الرسم. فقال لها انت عندك موهبه مش عند حد، انت فنانه بتقدر تشوف الشخص وترسميه على لوحه، دي حاجه مدهشه، ناس قليله اللي عندها الموهبه دي. فبتعجب بيه هي كمان عشان بيشاركها نفس اهتماماتها. تاني يوم بيخرج معاها هي وبنتها جين عشان يرسموا. مارغريت رسمت بنتها وهو عامل نفسه بيتامل في الطبيعه عشان يعرف يرسم. فجين بتقول له انت لوحتك فاضيه ليه؟ فقال لها مستني الالهام، ما ينفعش استعجل في الرسم. بعدها بشويه بيعدي عليهم واحد فوالتر خده بعيد عشان مارغريت ما تسمعش حاجه، ولما رجع بتقول له كان عاوز منك ايه؟ فحور عليها وقال لها انا ما كنتش عاوزك تعرفي، انا سمسار عقارات ناجح جدا، بس انا كان نفسي اكسب فلوس من الحاجه اللي بحبها الرسم. اي حد ممكن يبقى سمسار عقارات بس مش اي حد يبقى فنان. فمارغريت اعجبت بيه جدا وحست ان هو الراجل المناسب اللي هيعوضها عن جوزها. بعد ما روحوا البيت مارغريت فتحت الجوابات اللي جايه من البريد، ففي جواب كان جاي من المحكمه. فوالتر بيقول لها مالك؟ فبتقول له ان جوزها رفع عليها قضيه عشان ياخد بنتها تعيش معاه، وبيقول انها ام مستهتره وما عندهاش بيت مناسب بنته تعيش فيه. والتر استغل الموقف وعرض عليها الجواز بحجة انهم لو اتجوزوا بنتها هتفضل معاها. فبتتفاجئ ومش عارفة ترد. فقال لها انا عارف ان كل حاجة حصلت بسرعة ولسه معرفناش بعض قوي، بس انا حبيتك من اول ما شفتك وهحميكي انت وبنتك من العالم كله. فهي زي الهبلة بتفرح وبتوافق وبيتجوزوا. مارغريت بتقابل صاحبتها الوحيدة كاسي بعد ما اتجوزت، فبتقول لها انا مش مصدقة انك اتجوزت بسرعة كده، انت هنا بقالك اسبوعين، انت ساذجة جدا. فضحكت وقالت يمكن ساذجة بس انا عارفة انا اتجوزت مين. والتر شخص حنين جدا وبيعامل جين كويس. والتر بيروح معرض للوحات عشان يبيع لوحاته وبيعرض عليه اللي رسمه. فصاحب المعرض قال له انت بقالك اسبوع في باريس، ازاي لحقت ترسم كل ده؟ فقال له برسم بعقلي وبقلبي، المهم ايه رايك؟ فقال له لا الناس مش مهتمه بالنوع ده من الرسم. فوالتر عرض عليه لوحات مراته فقال له لا برضك مش عاوزهم. والتر بيقول لمارغريت على اللي حصل الصبح وانه مش لاقي مكان يعرض فيه لوحاته. فبيجي له فكره انه يعرض لوحاته في البار هنا، وبيروح لصاحب البار توماس وبيعرفه بنفسه وبيقول له ان جدران المكان قديمه ومش جذابه، فانا بعرض عليك ان اعرض لوحاتي هنا. فقال له لا روح اعرضهم في معرض. فقال له خلاص انا هاجر الجدران بتاعه المكان. فتوماس بيوافق. تاني يوم توماس اجر له جدار جنب الحمام. فوالتر بيتضايق بس علق لوحاته على الجدران واستنى حد يشتريها، وكل ما حد يعدي يبص بصه ويمشي لحد اما واحده اعجبت بصوره مارغريت. فوالتر بيروح ليها وبتقول له انت كين؟ فقال لها اه انا كين. فبتقول له انت عبقري، رسمه الطفله معبره وجميله جدا. فوالتر بيتضايق، كان فاكرها بتتكلم عن رسمته لان مارغريت كاتبه على لوحتها اسمه عشان وقتها كان ممنوع اسم واحده ست يتكتب على لوحه. فبتكتب لقب العيله بتاع جوزها كين، فبتشتري منه اللوحه وبتمشي. والتر فضل يشرب عشان محدش مهتم بلوحاته. فتوماس بيقول له بعت كام لوحه؟ فوالتر قال له ما بعتش حاجه عشان مأجر لي مكان جنب الحمامات في مكانك المعفن ده. فبيشكلوا مع بعض. فوالتر ضربه وخبط اللوحه في دماغه. مارغريت بتروح تخرجه من الاسم فبيقول لها انا كنت شارب ومتضايق عشان قلت ان لوحه الطفله انا اللي رسمتها. فمارغريت بتقول له انت قلت كده ليه؟ فقال لها انا كنت عاوز ابيعها فاضطريت اقول كده. فقالت لي ما تعملش كده تاني. بالليل بيروح البار عشان يجيب لوحاته. فقال له توماس انا هنا عشان اخد لوحاتي وهمشي. فبيدخله جوه. فبيقول له هو مبسوط ان الخناقه اللي حصلت ما بيننا خلت الناس تيجي هنا عشان يشوفوا اللوحات بتاعتك، احنا بقينا مشاهير. فبيقول له احنا لازم نكمل في الحوار ده. فبيخرجوا بره وبيزعقوا لبعض عشان الناس تصدق اكتر. ده بيكون نول صحفي كبير ومشهور، بيقول لوالتر ممكن اعمل معاك مقابله؟ فبيقول له ماشي. فنول بيقول له عرفني كل حاجه عن لوحاتك. والتر قال له لما كنت في باريس. فقال له لا لوحات الاطفال ام عيون كبيره. فبيتضايق منه. بعد ما روح صحى مارغريت من النوم وهو معاه 200 دولار. فبيقول لها ان لوحاتك اتباعت كلها والناس حبوها واشتروا كل اللوحات. فبتفرح جدا وبتقول له كده هضطر ارسم لوحات تانية. فقال لها انت ارسمي هنا وانا هبيع اللوحات، هنبقى فريق عظيم جدا. مارغريت بتخلص شويه لوحات وخدتهم وراحت لوالتر البار عشان يعرضهم. فبتسمعه بيقول للناس ان هو اللي راسمها. فمارغريت بتقول له انت ليه بتكذب وبتقول انك اللي رسمتها؟ فقال لها انا كنت بحاول ابيع اللوحه ومحدش هيشتريها بسعر عالي الا لو كان اللي رسمها قدامه، فاضطريت اقول ان انا اللي رسمتها. فقالت لي محدش يعرف اني انا صاحبه اللوحات عشان انت مخليني قاعده في
في البيت برسم وانت هنا بتاخد الفضل كله. فقال لها انا وانت واحد، المهم نبيع اللوحات. فبيدخل البار واحد شكله غني جدا، فوالتر قال له توماس مين ده؟ فقال له ده مستر دينو صاحب شركه طباعه من المانيا. فدينو عجبته اللوحه، فالمترجمه بتقول مين الفنان اللي رسمها؟ مستر دينو معجب بيها جدا. فمارغريت فضلت واقفه مش قادره تتكلم والحزن باين على وشها. فوالتر قال انا اللي رسمتها. مارغريت استسلمت للامر الواقع وسابت والتر ينسب اللوحات لنفسه عشان شخصيتها ضعيفه. والتر فتح معرض خاص باسمه وعرض فيه لوحات مارغريت. فكاسي بتسال مارغريت امال فين لوحاتك؟ فقالت ليه احنا هنعرض لوحات والتر بس عشان هو مشهور عني. فقالت لها غريبه بس اللوحات دي اللي رسمها واحد مر بمرحله قاسيه في حياته ووالتر مش من النوع ده، فما بتردش عليها. واحد بيسال والتر انت رسمت اللوحه دي في قد ايه؟ فقال له في شهر. فبيقول له انت بتجيب افكارك منين؟ فما بيعرفش يرد عليه. المهم في وقت قصير اللوحات بقت مشهوره جدا والكل بيتكلم عن اللوحات وعبقريه والتر كين. والتر وهو بيعلق اعلان جين بتقول له الرسمه دي امي اللي رسمتها، انا فاكراها وده نفس الفستان بتاعي. فمارغريت بتقول لها لا مش انا، والفستان ده في بنات كتير عندهم زيه، انت كنت صغيره وما تاخديش بالك. والتر قاعد بيتفرج على التلفزيون فشاف ناقد فني اسمه جون بيتكلم عليه ان رسوماته مش مبهره ولا ليها اي معنى. فبيقرر يطلع يدافع عن نفسه في التلفزيون. وهو قاعد تحت سمع جين بتنادي على امها وبتفتح الباب عشان تطلع لها. فوالتر لحقها وقال ليها ان امك محتاجه شويه خصوصيه ومش محتاجه حد يزعجها. بيروح يتكلم مع مارغريت وبيقول لها انا عاوز اطلع على التلفزيون ادافع عن فننا بس مش عارف اقول ايه، ساعديني اقول اي حاجه عن اللوحات دي تبين ان انا اللي راسمها. فبيطلع يتكلم على التلفزيون وبيقول ان بعد الحرب ما انتهت شاف قد ايه ان الاطفال عانوا واصبحوا مشردين بدون ابائهم وبدون منزل يعيشوا فيه، وده كان سبب رئيسي ان لوحاتي تبقى عن الاطفال بس. بعد اللقاء اللي عمله بقى مشهور اكتر من الاول والمعرض بتاعه بقى مليان ناس من كل مكان. مارغريت بترسم رسمه مختلفه وباسلوب مختلف، فبتسمع والتر جاي فبتخبي الرسمه. فبيقول لها انت بتخبي ايه؟ وريني. فبتقول له ده حاجه خاصه بيا. فبيقول لها خليني اشوفها. فبيقول ده اسلوب مختلف، فين رسمه الطفله ام عيون كبيره؟ فبتقول له الرسمه دي ليا انا عاوز اكتب عليها اسمي. فبيتضايق منها وبيقول لها كين يعني انا مش انتي، لو حد عرف انك صاحبه اللوحات كل اللي عملناه يتهد. فبتقول له عارفه انا وفيت بوعدي وما قلتش لحد بس انا عاوز اكتب اللوحه دي باسمي. فبيوافق وبيجيب نول الصحفي عشان يعمل معاها لقاء، وكل ما يسالها سؤال والتر بيقاطعها وبيشكر في نفسه. وهم قاعدين بتظهر بنت فوالتر بيقوم يسلم عليها فبتطلع بنته ليلى. فنول بيقول له انت ما قلتش ليا قبل كده انك عندك بنت؟ فقال له بجد ده بنت ليلى من طليقتي. فمارغريت قاعده مصدومه من اللي شافته فخرجت بره وبتقول له انت ازاي ما تقولش ليا انك عندك بنت؟ فقال لها انا ما قلتش ليك بجد، انا نسيت اقول لك عادي يعني ده بنتي هتقعد معانا اسبوع امها مسافره مش مشكله يعني انا استحملت بنتك وما اتكلمتش، تعالي بس نكمل اللقاء وبعدين نتكلم. مارغريت عرضت لوحتها في المعرض بس محدش مهتم بيها، كل الاهتمام بوالتر بس. بعد 3 سنين كاسي بتروح تزور مارغريت في بيتها الجديد فبتفرجها على المكان. فكاسي بتقول لها انا عاوز اشوف المكان اللي بترسمي فيه. فبتقول لها مش وقته. فقالت لا انا عاوز اشوفه وبتدخل جوه. فمارغريت بتقول لها ان والتر بيرسم منها هو كمان. فبيدخل عليهم والتر وبيعمل نفسه بيرسم. والتر اتخنق من كاسي عشان فضوليه وهتكشفه فطردها بره البيت وقال لمارغريت مش عاوزها تيجي هنا تاني. مارغريت وهي بترسم لقت صندوق مكتوب عليه سنيك فبتفتحه فلقت لوحات زي لوحات والتر وممضى عليها باسم سنيك. فبتقشر مكان التوقيع فبتظهر كلمه سنيك. فبتصدم ازاي كان بيضحك عليها كل الفتره دي. فبيجي والتر وبيقول لها ان وزيره الثقافه الصينيه هتيجي هنا انا عاوز اقدم لوحه ليها. فبتقول له اديها لوحه من لوحاتك عن الشوارع هتفرح بيها. فقال لها لا انا عاوزك ترسمي شارع وفيه طفله بعيون كبيره. فبتقول له ده شخصيه مهمه جدا والافضل تديها لوحه من لوحاتك ممضيه باسم سنيك. فبيقول لها قلت ايه؟ فبتقول له سنيك الرسام اللي رسم اول لوحاتك. فبيضحك وبيقول لها ده كان اسم المستعار في باريس. فبتقول له امال ليه خفيت الاسم؟ فما بيعرفش يرد عليها وبيقول لها انا اللي راسمها انت شفتيني قبل كده وانا برسم. فقالت لي لا انا عمري ما شفتك بترسم قبل كده. فبيتعصب عليها شويه وبعد كده اعترف وقال لها انا كان نفسي اكون رسام بس ما نجحتش. فسابته ومشت. هو ضحك عليها من الاول وقال لها انه رسام عشان هو شخص استغلالي وشاف في مارغريت الانكسار والضعف. امه وبنتها بدون زوج فتقرب منها واتجوزها عشان موهبتها بس. بالليل بيتغدوا في المطعم فوالتر قال لها مفيش حاجه اتغيرت ومحدش لازم يعرف حاجه، انت ترسمي وانا ابيع اللوحات. فقال لها انا عاوزك تكتبي اسمي على لوحه المراه اللي انت كاتبه عليها اسمك. فقالت بصوت عالي لا انا سبت ليك لوحه الطفله ومش هسيب ليك دي كمان. فقال لها وطي صوتك. فقالت لي براحتي. فقال لها لو حد عرف هقتلك. فبتقول له ما كنتش بخاف انت عاوز مني ايه تاني انا اديتك كل حاجه. فقال لها معرض نيويورك الدولي 70 مليون زاير هيفتح قريب وعاوز اعرض فيه لوحه زي لوحات دافنشي حاجه خاصه بيا انا تخلد اسمي. فبترسم ليه لوحه كبيره زي ما طلب. جين بتفتح الاوضه اللي ممنوع تدخلها وبتدخل جوه تلاقي امها نايمه جنب اللوحه فبتصحيها. فمارغريت بتقوم تقول لها ده لوحات والتر اخرجي دلوقتي. فجين قالت ليها انا عارفه كل حاجه انا ما كنتش صغيره. مارغريت خلصت اللوحه وعرضوها في معرض نيويورك. والتر وهو في الحفله واحد بيجي يقول له انت قرات الجرايد النهارده؟ فقال لي لا. فقال له لازم تقراها. فبيروح عشان يشوف في ايه. فبيلاقي كلام وحش مكتوب عن اللوحه المعروضه في معرض نيويورك مكتوب انها سيئه وما ينفعش تتعرض. فبيتعصب من الكلام وبيخرج بره يدور على اللي كتب الكلام ده.
فالناقد جون قال له انا اللي كتبت الكلام ده، لو عندك مشكله ده مش المكان المناسب للكلام فيه. فوالتر بيقول له انت ما بتفهمش اي حاجه عن الفن، الناس بتحبني وبتحب لوحاتي، انت مالكش اي لازمه. فبيقول له لوحتك الاخيره عباره عن فن هابط. فبيتجنن وبيمسك الشوكه وضربه بيها، بس جون مسك ايده، فكل اللي موجودين استغربوا من والتر، فساب الحفله ومشي. تاني يوم بعد ما الموضوع ده اتعرف نزلوا لوحته من المعرض. والتر قاعد في البيت سكران وبيكسر في الحاجه وعمال يقول انا هشتكي معرض نيويورك وهشتكي جون، دول ما بيفهموش اي حاجه. فبيقول لمارغريت انت السبب، انت خنتيني ورسمت اخر لوحه اي حاجه. فبيتجنن وبيرمي عليهم كبريت، فبتاخد بنتها وبتجري تستخبى وقفلت الباب عليها. والتر بيولع كبريت وبيرميه جوه الاوضه عشان يخليها تفتح الباب، فالنار بتمسك في الاوضه جوه. مارغريت وجين خرجوا من الباب التاني وركبوا العربيه وهربوا. وبعد مرور سنه مارغريت وبنتها راحوا مدينه هاواي بعيد عن والتر، فحد بيتصل عليها فبترد، فبيطلع والتر فبيقول لها انا فضلت ادور عليك في كل مكان لحد ما جالي جواب من المحكمه طالبه فيه الطلاق، انا مش عارف الامور وصلت لكده ازاي، انا اسف، احنا ممكن نحل الامور اللي بينا، انا لسه بحبك. فقالت لي انا عاوزه اتطلق. فقال ليها تمام انا موافق على الطلاق بس لو اتنازلتي عن حقوق اللوحات اللي رسمتيها. فقالت له لو ده هيخلصني منك انا موافقه. وقال لها كمان انا عاوز منك 100 لوحه ممضيه باسم كين عشان اوافق على الطلاق. مارغريت رسمت اللوحات فعلا بس ممضيه باسمها، وقررت تقول للعالم كله انها صاحبه اللوحات. فبتروح محطه اذاعه وقالت ليها انها الرسامه الوحيده في العيله وصاحبه لوحه الطفله ام عيون، وان والتر مش رسام ونسب ليه اللوحات لمده 10 سنين. الخبر انتشر بسرعه في كل الصحف والمجلات. والتر راح لبول وقال له انا عاوزك تكتب مقال انها بتكذب وعندها مرض عقلي، ده سابتني وراحت تعيش في الادغال، دي مجنونه. مارغريت قرأت اللي قالوا عنها وقررت انها ترفع قضيه عليه وعلى الجريده عشان تثبت انها صاحبه اللوحات. والتر بيوصل المحكمه ومعاه شويه محاميين تبع الجريده اللي كانت بتنسب لوحات الطفله ام عيون كبيره لوالتر عشان متهمه هي كمان بنشر اخبار كاذبه. اول ما الجلسه بدات المحامي قدم جرايد من 10 سنين مكتوب فيها ان مارغريت صرحت قبل كده في اكتر من مره ان اللوحات بتاعت السيد والتر، فالجريده كانت بتنقل الاخبار اللي كانت مارغريت بتقولها من 10 سنين، وده بينفي ان الجريده متهمه بنشر اخبار كاذبه. فالقاضي بيبرئ الجريده من التهمه الموجهه ضدها. فالمحامي ساب والتر وقال له احنا كنا متهمين بنشر اخبار كاذبه، اما انت مهتم بالسرقه والاحتيال فمع نفسك انت، وسابه ومشي. فالقاضي قال له لو عاوز تاجل القضيه على ما تعين محامي تاني. فوالتر قال له انا مش محتاج محامي، انا هدافع عن نفسي. والتر بيستجوب مارغريت عشان بقى هو المحامي، فبيقول لها مين اللي حرضك تعملي كده وازاي ما قلتيش قبل كده ان اللوحات دي بتاعتك. فبتقول له انت السبب، هددتني بالقتل لو ما عملتش اللي انت عاوزه، انا كنت ضعيفه وقتها وكنت خايفه على بنتي فاضطريت اتنازل عن لوحاتي، بس خلاص ما كنتش خايفه. المهم والتر فضل يتكلم عن انجازاته وعن التجربه اللي مر بيها بعد الحرب اللي الهمته انه يرسم لوحاته. فالقاضي اتخنق منه ومن كلامه وقال له المحكمه ما عندهاش وقت لكل الكلام ده، هو حل واحد بس اللي هيثبت مين صاحب اللوحات. فجاب لكل واحد لوحه وطلب منهم يرسموا رسمه. مارغريت فرحت ووالتر قاعد مش عارف هيعمل ايه. فالقاضي قال لهم قدامكم ساعه واحده بس. مارغريت بدات ترسم الرسمه، اما والتر عمال يتحرك يمين وشمال. فالقاضي بيقول له ما بترسمش ليه؟ فقال له مستني الالهام. فقال له مفيش وقت، الوقت عمال يمر ومارغريت خلاص قربت تخلص ووالتر لسه ما مسكش الفرشه. فلسه بيمسك الفرشه مسك كتفه وعمال يتوجع وقال للقاضي انا عندي تشنجات في كتفي ونسيت اخد الدواء، مش هقدر ارسم النهارده. فالقاضي عرف انه بيحور عليه. اما بقى مارغريت فخلصت اللوحه وكسبت القضيه والعالم كله عرف انها صاحبه اللوحات. ده والتر الحقيقي بعد ما خسر القضيه فضل مصر انه هو صاحب اللوحات وما اعترفش بالهزيمه لحد ما مات سنه 2002 وحيد ومفلس. اما دي بقى مارغريت الحقيقيه اتجوزت تاني وفتحت معرض باسمها وماتت السنه دي 2022 وبيخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم اشترك في القناه واعمل لايك وما تنساش تشوف الملخصات التانيه وكمان اكتب لي رايك عن الفيلم. سلام.